السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. تحية لكم وتحية لجميع المشتركين والمتابعين القناة تاع السي مظاهر. كنتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. المناسبة الإخوان كما كتشوفوا احنا دابا سخن الحال، شهر جوج بداية أواخر شهر واحد بداية شهر جوج. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشتا ما كايناش، كاين الجفاف. هذا الموسم الثاني ولا الثالث نتاع الجفاف اللي كتعرفوا البلاد ديالنا. الله لا اله الا الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه، لانه الاستغفار كتجي مع الرحمه وكتجي مع شحال من حاجه. شفنا الاخوان القرارات اللي خرجت بهم السلطات المغربيه بخصوص ندره نتاع المياه اللي كتعرفها مدينتنا، انه غيغلقوا الحمامات، غيغلقوا محلات نتاع غسل السيارات، زعما اجراءات احترازيه جات لهم السلطات ديالنا في المغرب باش تدبر هاد المرحله اللي كتعيشها بلادنا في انتظار الرحمن تاع سيدي ربي، ولو القليل من الامطار. انه الاخوان كنت في اكادير، واكادير ديما فيها هذا المشكل تاع الماء، ولكن كانوا يتجاوزوه مني كانت بنا الساد، كانوا كيجيبوا الماء تاني المحطه نتاع التحليه اللي كانت دارت دشن سيدنا حتى هي وداك الشيء. ولكن كاين مشكل نتاع الماء بزاف وكبير، ولاو الاخوان كيقطعوا الماء على بعض الاحياء في اكادير، كيقطعوهم بالليل، ولكن ماشي كيقطعوهم الى هكاك، انه حتى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب راه عنده كيدير واحد لاناليز، كيدير واحد التحليل وكيشوف علاش هاد الاحياء كيستهلكوا الماء بزاف. هو راه ماشي استهلاك ولكن تبدير ديال الماء، لهذا كيرتئوا انهم يقطعوا الماء نسبيا على بعض الاحياء وكيطلقوا لهم مع الصباح. الاشكال اللي كاين الاخوان راه ماشي هو هذا، راه واخا تقطع الانسان الماء، راه الا ما كانوش دورات تحسيسيه الانسان كتوعيه بالخطوره نتاع الندره ديال المياه، راه واخا تقطعوا عليه النهار كامل، ولكن النهار غيجيه غيضيع داكشي اللي قطعتي عليه وغيدوبلو. راه ماشي هذا هو الاشكال. الاشكال هو خصك توعي الانسان. انا كندوي على راسي، انايا كنت كنضيع الماء الله يسمح ليا، ولكن انت الاخوان عرفت بالحق نتاع هذيك الماده الحيويه، انت عرفت بالحق ديالها. هو نهار فاش دوزت سنتين ديال السجن، دوزت سنتين، هذيك السنتين في لودايا، لانه حتى المنطقه د لودايا منطقه فيها الجفاف، وكان واحد الشاطو واحد السهر هو السهريج ديال الماء، شاطو دو كيعطي الربعه نتاع الدواور، ومن ضمن الدواور اللي كاينين الدوار اللي فيها السجن تاع لودايا. وهذاك الشاطو دايرين النوبه، كيفرق كل ملي كيسخن الحال وكينقص الماء كيديروا النوبه باش يفرقوا على كل دوار كيعطيو نهار. يعني الاخوان كنا كنجلسوا يومين 3 ايام بلا ماء في السجن، اقسم بالله الجليل كنا كنجلسوا يومين 3 ايام بلا ماء. تخيلوا غرفه فيها 40 فرد، 40 نزيل، ياك غرفه فيها 40 نزيل ما فيهاش الماء، غرفه فيها 40 نزيل، ياك فيها 2 مراحيض، كل صباح كيدخل هي النزيل يدخل الطواليت. شنو الحل؟ تصوروا كي كنا كنعيشوا هاد الفترات كيف كنا كنعيشوهم، لدرجه ولات المؤسسه، الاداره نتاع المؤسسه كانت كتجيب شاحنات فيهم المياه وكيفرقوهم على الاحياء والاجنحه. اقسم بالله الجليل كيفرقوهم، كيجيبوا شاحنات صهاريج
كيجيبوهم وكيفرقوهم على الاحياء وعلى الاجنحه باش النزلاء الا بغى يتوضا، الا بغى يدخل الطواليت، الا بغى بزاف تاع الحوايج. اقسم بالله الجليل هنا الاخوان في هاد الوقيته عرفت بحق الماء، عرفت بحقه، اقسم بالله الجليل. لانه فاش كتوصلنا النوبه نتاع الماء وكيطلقوه لينا في الغرف كنتجاراو، لانه كانت كتعطينا الاداره واحد السطوله كبار، ماشي سطوله ولكن برامل كبار، كنعمروا بعد هذوك البرامل هما الاولين. عاد كنتجاراو باش ندوشو، كندخلوا 4 5 الدوش باش ندوشو، نحيدو عنا العرق ونسيقوا الغرفه باش يشيط الماء والعروه ونغسلوا الماعن وهداك الشيء. هنا عرفت بالحق ديال الماء، لدرجه انه حاليا كندوز انا بحكم الانتماء ديالي لمدينه مراكش، كندوز من شي بلاصه كتبان ليا شي فويت، شي عطب نتاع الماء في الشارع العام، مباشره كنربط الاتصال بالمسؤولين تاع الاراضي ماء عندنا هنايا الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، كنربط بهم اتصال. شوف كنربط اتصال بالنائب تاع المدير ولا شي مسؤول اخر، قالوا واحد العطب هنا وكنصيفط ليه اللوكاليزاسيون، ولكن حتى هما مشكورين كيتجاوبوا معنا ديك اللحظه. مؤخرا كان واحد العطب في سيدي عباد، كنت غادي بان لي العطب، وقفت صورته صيفط ليه تصويره اللوكاليزاسيون، مشيت رجعت لقيت الخدامه حضروا سور بلاص كيقادوا في هذاك العطب. كندوز تاني كيبان ليا الحدائق عندنا مع كانوا اشغال من قبل المؤتمر وداك الشيء، المهم داروا الغازون في الشوارع وداك الشيء وكيسقيو. الو ملي ضروري ما تكون لومبان تيكون شي فويت شي بلاصه وداك الشيء، كتكون الفويت هذيك الفويت ما محسوباش على الاراضي ما، كاينه شرطه المياه تبع المكتب الحوض المائي عندنا نتاع تنسيفت، كنربط بهم تا هما الاتصال. هادوك تيجيو هادوك تيزجروا المخالفات، كيعيطوا للشركه كيقول لها غتجي دابا تقادي هذاك الشيء ولا تيديروا لهم بي مخالفه. ما كاينش هذاك الشيء. هنا تربط عندي واحد الغيره واحد الحرقه على هاد الوضعيه اللي كنعيشوها نتاع الندره ديال المياه. لهذا الاخوان الله يجازيكم بخير، راه الماء نعمه، والماء ماده حيويه مفروض الانسان انه تكون عنده. نحافظوا عليه. هنا الدور نتاع السلطات في الوقت اللي خصها دير دورات تحسيسيه وتنبه الناس وتوعيهم بهاد الظرفيه اللي كنعيشوها بخصوص الندره نتاع الماء. خرجوا قرارات ماشي صائبه بكل صراحه، لانه غتسد الحمام الاثنين والثلاث والاربع وغتحلوا الخميس والجمعه والسبت، كلشي غيتفك، كلشي غيضيع. داكشي اللي اختزلتي في 3 الايام غتضيعوا في 4 الايام الاخرين. لهذا خاصنا دورات تحسيسيه، خاصنا برامج، خاص القنوات، خاص المواقع، اذاعات، قنوات تلفزيونيه والراديو، كل شيء انخرط باش يحسس المواطن بهذه الظرفيه اللي كنعيشوها بخصوص الندره ديال المياه. لهذا الاخوان نحافظوا على الماء ديالنا، ونحافظوا عليه لانه ماده حيويه ضروريه للانسان. الاخوان الله يرحمنا، الله يجيب الشتاء والله يعجل بشي شتيوه، لانه بكل صراحه كنت جاي حاليا من مدينه اكادير لمدينه مراكش، ودزت على هذاك السد اللي كيبان لنا وقيله سد المسير على ما اظن، ما عقلتش على الاسم ديالو. نورمالمون كان تيكون عامر، اقسم بالله الا خاوي ما فيه نقطه ديال الماء، خاوي الا كنتي جاي من اكادير لمراكش في لوتوروت هو على اليمين ديالك خاوي. الله يحفظ، الله يرحمنا، الله يجيب الشتاء والله يجعل ربي يغفر لينا. نستغفروا قدر ما امكن، لانه الاستغفار راه ربي كتنزل الرحمه من عنده. والسلام عليكم ورحمه الله.